أجرأ ما قدم في السنوات الأخيرة. خالد يوسف يشيد بمسلسل لام شمسية. لا يزال مسلسل لام شمسية يلقى إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن والإخراج، وكان آخرهم خالد يوسف اللي لم يخفي فرحته الغامرة بالمسلسل الذي يعرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2025. وكتب خالد يوسف عبر فيسبوك: مش قلنا مصر ولادة وأبدا لم تعقم. فرحة غامرة انتابتني وأنا أشاهد مسلسل لام شمسية، فقد رأيت فنا عظيما وراء فريق نفخر انه بينا ويجعلنا لا نتحسر كما هي عادتنا على زمن الفن الجميل. وتابع خالد يوسف: هذا المسلسل هو من اجرأ ما قدم في السنوات الأخيرة، عمل فني دخل في قضايا حرجة مسكوت عنها تتحرج الدراما عن معالجتها من كثرة التحسس، وقد عالجها السيناريو والإخراج بشكل عظيم جدا. ومع أن القضية صدمة تم طرحها دون أن تكون مقززة أو تنفر مشاهديها أو تصرفهم عن استكمالها، وكان هناك توفيقا هائلا في اختيار اسم المسلسل. المدهش أيضا غير الدقة الفنية الهائلة لصانع العمل، الدقة العلمية في فهم النفس البشرية وتناقضاتها التي تشير إلى وراء متخصصين محترفين في علم النفس وعلوم إنسانية أخرى، ولكن أيضا المؤكد وراء مخرج وسيناريست في منتهى الوعي. واختتم خالد يوسف: تهنئة من القلب ليس لصانع العمل ولكن للوسط الفني كله. وجود مثل هؤلاء الفنانين الكبار بيننا على رأسهم المخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم وفريقها الموهوب والمنتج سعد جوهر والشركة المتحدة وبقية الفريق الفني من تصوير وديكور ومونتاج وموسيقى.